مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض تشيز كيك. عندي تنتين يعني علبتين بسكوت سادة، بسكوت الشاي أي نوع بدكن إياه. بدي أطحنهم يعني لحتى يصيروا ناعمين، بس أنا ما رح أخذ العلبتين، رح أخذ بس علبة ونص بسكوت. طبعا هذا الكيك يعني أنا حدا يعني طلبوا مني ورح أعمل له إياه، وهو جاب لي المواد بس أنا رح أشتغل له إياه وصورته معكم. هلأ بنطحن البسكوت لحتى يصير هيك مثل الرمل. بهاي الصينية دهنتها بالزبدة، وهلأ هون عندي علبة ونص مثل ما قلت لكم بسكوت، رح احط لهم نص كباية زبدة، بس حطيتها بالتدريج لشوف إذا يعني بدي يعني إنه يعني الكمية اللي حطيتها إنه بكفي ولا لازم حط بعد. لا، رجعت ضفتهم الباقيين، يعني علبة ونص بسكوت حطيت لهم نص كباية زبدة. وهلأ بحركهم هيك لحتى يصيروا مثل رمل البحر كلهم، يعني شلون بدي لكم مثل ما منبس للطحين تبع المعمول، بدنا نعمل هيك البسكوت. هلا رح احطهم بالصينية وكبسهم منيح 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 عشان يصيروا قالب يعني يمسكوا. بهاي الطريقة. بعدين جبت هيك كاسة وبلشت شدهم انه رصرصهم. لازم هي الزبدة هلأ بس ينحط بالبراد بتمسك، يعني بتجمد، بس انه يعني احسن انه نضمن انه ما يفرط الكيك. حتى من الأطراف كمان وكل الجهات. هيك خالصين على الفريزة، مو عفوا على البراد مو على الفريزة. شو عم فرجيكم شو عنا حليب، عنا هذا الشمند، عندي حليب بودرة، عندي فانيليا، عندي سكر، عندي جبنة فيلادلفيا أو أي نوع جبنة بدكن إياه. بس هي يعني الست اللي بدي أعملها الهاي هي جايبت لي الفيلادلفيا، فأنا راح استخدمها. حطيت 3 أكواب حليب، بعدين زدتهم شوي، قلت يلا خليه يطلع شوي يعني في طبقة. وراح حط رح احط سكر بس ما رح كتر، لانه بتعرفوا التشيز كيك طيبة تظهر فيه طعمة الجبنة اكتر ما انه يطلع هيك كتير سويت. حطيت شي 2.5 معلقة كبار، ورح احط لي 1.5 معلقة كبار حليب بودرة. مثل ما قلت لكم فيلادلفيا او كيري او اي نوع عندكم، يعني احنا هذا المتوفر عنا هون، ما في شي تاني. ورح احط 2 معلقة نشا. طبعا هذا اللي بقلب النشا ورق غار، انا قلت لكم قبل دايما بحط فيه ورق غار، ونزل شقفه صغيره بالحليب هلا بشيلها. لا حطيت اكتر، حطيت 3 معالق ونص، لكل كاسه حطيت معلقه، بس انه ما عبيتهم كتير كتير. شايفين هاي اللي على الزاويه هاي ورق غار، رح شيلها هلا. وهلا بحرك لحتى يسمك الخليط او يعني الحليب والنشا. طبعا تشيز كيك له طريقه تانية، ما بنحط حليب ونشا، بنحط كريمه وقشطه وهيك، بس بيطلع كتير دسم. حطيت علبة الجبنة كلها، وحطيت من هذا الشمند 2 معلقة كبار. هذا طعمته مثل اللبنة بس اللي بدون ملح، فاللي إذا مو متوفر عندكم فيكم تحطوا 2 معلقة اللبن العادي اليوغورت يعني. بس هذا كتير طيب بالحلويات. طبعا خلط فرط المضرب، لهيك جبت المضرب الثاني، مع انه ما بحب استخدمه مع هاي الطنجرة عشان ما ينزع لي اياهم. بس شو بدي اعمل، لازم يعني خلطتهم منيح منيح، واخر شي بحط لي نقطتين فانيليا. هيك بكون صار جاهز. هلا بنجيب الصينية من البراد. يعني التشيز كيك سهل بس فيه مراحل، يعني مثلا بتعملي البسكوت بتحطيه بالبراد، بتحطي اللي بتعملي هاي الجبنة أو خليط الحليب والهاي بتحطيها بالبراد لحتى يجمد. تفضيها. وهلا لازم أعملها بمستوى منيح، يعني هيك زبطها من كل الجهات حتى يطلع شكله، يعني إنه هلا بس ينفتح القالب يطلع كلهم بنفس المستوى، مو يطلع جهة أسمك من جهة. دقيتها هيك شوي
وهلأ رح أحطها بالبراد. لا الصراحة أنا حطيتها بالفريزر بهاي المرحلة لأنه بدي إياها تبرد أسرع. شفتوا يعني هي مو مثل البسكوت، هون أسمك. حطيتها بالفريزر، ما رح تلحق تجمد لأنه هلا بدي أعمل هاي الصوص الفوق يعني العلوش. مشان الصوص العلوش جبت هدول نص كيلو فريز، رح أطحن نصهم ورح يعني أكتر من نصهم رح أطحنهم أعملهم مثل عصير. وهدوك شفتوا بهاي الكاسة البيضة هدول مقطعتهم يعني هدول ما رح أطحنهم، بدي أحطهم هيك. هني طلعوا أكتر من كاسة عصير على فكرة وأطيب، يعني خليت عملت طبقة منيحة منه من عصير الفريز. طبعا إذا ما بدكم تحطوا عصير فريز اعملوا جيلو وحطوه فوقيه وخلص، أسهل شي يعني. بس بما إنه الفريز هلأ يعني في موجود ففضلت إنه أنا أحط عصير فريز، طبعا الطعم بيطلع أطيب. هون فضيتهم بكسرولة ورح أضيف عليهم سكر، طبعا مو كتير، شوي لأنه اللي بتعرفوا الفريز حامض شوي. حطيت معلقتين سكر وشوي، ما كترت يعني معلقتين. وهلأ رح أحط نشا كمان. شوفوا حطيت أول شي هي هدول، يعني كنت تقولوا 3/4 المعلقة صغيرة، بس رجعت زدت، حسيت إنه بدي إياه يسمك أكتر للخليط. وهذا هون عندي جلو، رح أحط كمان معلقتين كبار مشان اللون ومشان كمان إنه يسمك الخليط. هدول هن معلقتين كبار جلو. كمان عم بيطعم نكهة الفريز. إذا بتحبوا بنكهة الكرز فيكن تجيبوا كرز وتشيلوا منه البذر وتطحنوه وتحطوا له ظرف جلو على مثلا على فريز على كرز، أو فيكن تعملوه بالمانجا بيطلع كتير طيب كمان، اختياري. أو بالتوت البري كمان، يعني كمان متوفر كتير هلأ. هون حطيتهم على الغاز الصغير عشان تنحصر الحرارة يعني بسرعة يغلي. منحركهم. شايفين هاللون شو جميل صار؟ هاي من طب أكيد يعني من الجلو هو اللي عزز اللون، عطاه الحمار الزايد. رجعت ضفت شوية نشا، حسيت لأنه كمية العصير كتير، يعني أنا كنت حاسبة إني أحط بس كاسة، فقلت لأ خلاص يعني جبت لي فريزات رح أطحنهم وأحطهم كلهم طيب. عملت بالمضرب مشان ما يكبتل النشا أو هيك يعمل كتل، بس دغري الحمد لله فك. شوفوا ما أحلاه صار، يا سلام. رح يبلش يغلي حاليا، بلش يسمك هو. هون بلش يغلي، هديت الغاز تحته على يعني منيح لأنه ما بدي أكتر من هيك يسمك، وأنا حطيت له جيلو نشا ممكن يسمك أكتر، لهيك هديت الغاز. حطيت الفريزات وعصرت عصرة ليمونة، فيكن تقولوا مثل مربى الفريز عم نعمل. هلأ هون طفيت وخالصين. هلأ بطول القالب من الفريزة وبسكبوا عليهم كمان. شايفين طلع كمية منيحة بس طيبة، يعني أنا بدي أعمل طبقة، ما بدي أحط بس هيك على الوش، خليه يطلع كله فريش. بحطهم كلهم.
اكيد عرفتوا ليش حطيت عصير الليمون، مشان ما يسكر يعني كيف بدي لكم بيقولوا، بتعرفوا بيحطوا على المربى، بس يغلوا مربى العالم بيجوا بيعصروا ليمون بالاخير عشان ما يسكر يعني بيصير بيطلع هيك مثل كيف العسل يوم بينتزع بيطلع له هيك حبيبات سكر هيك، او ما بيكون اصلي. فلهيك بيعصروا ليمون على المربى مشان يضل يعني بهذا القوام، ما يتغير قوامه. وانا نفس الشيء يعني، انا هون يعني مثل المربى عامله تقريبا، هو مو مربى بس تقريبا يعني، لانه محطوط له نشا وجلو. المربى بنحط له جلو يعني، بس ما بنحط له نشا يعني، في ناس بتحط جلو على المربى. هيك زبطتهم على كل الجهات، سويتهم يعني يعني بحيث تطلع السماكة كلها نفس الشي. طبعا مصور بإيد وحدة. وهلأ بدي احطه بالفريزر لحتى يعني يبرد شوي، بعدين رح شيله من الفريزر احطه بالبراد لتاني يوم. هيك بيكون خالص. وإذا عجبتكم طريقتي ما تنسوني بلايك واشتراك، وسلام.